السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على نبينا محمد وأكثروا من التسبيح والاستغفار، فإنها بعد رضا الله سبحانه وتعالى والصلاة الخمس هي النجاة والمنجاة لكم، وأسأل الله لنا ولكم النجاة من النار، ووالدينا ووالديكم وأهلينا وذرياتنا أجمعين، اللهم آمين. قصتنا اليوم هذا شاب في مكة مرض والديه، يؤدي الصلوات الخمس، محترم بكل معنى كلمة، مؤدب، أخلاق. هذا خطب، ولما خطب وافقوا له وشرط عليه أبو البنت مهر، وأعطاه مهلة 30 يوم تقريبا. الولد استاجر شقة وأثثها، أخذ منه أسلاف، باقي عليه المهر، وكان ضايق صدره. يعني المدة تعرف اللي زي هذا محتاج تسرع الأيام. قال بروح للحرم وصلي وطوف وادعو الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني. يقول وأنا طالع في أخت اللي عمرها 5-6 سنوات، ما دريت اللي أعطتني بسكوت شوكولاتة. استغربت وأنا أخذته، العادة ما أخذها، هذه المفروض هي تاكله. يقول والله أحطه في جيبي وأروح وأدخل الحرم، وأنا في بديت أدخل الحرم وأسبح وأهلل وأذكر الله. والله يقول في الساحات أشوف رجال فوق في الخمسينات بسرع وترنح شوي ثم نوقف. وجيت يقول كان مقابلني، قلت سلامات يا عم، ايش فيك؟ سلامات. قال السكر عندي هابط. يقول أتذكر البسكوت اللي أعطتني إياه أختي، وأقوم وأفتح لها وأعطيه إياه، وجلسه وراح أجيب له موية زمزم وشربها. بعد 10 دقائق إلا الرجال صح قال من وين جيت أنت أنقذتني. أنا قلت أوصل ولا ما أوصل المحلات اللي في الوقف، إني والله تعبت ونزل السكر عندي مرة. قال لا الحمد لله بخير. وهذا قال أبيك تجيني فوق في السويت حقي. قال أنا جاي بصلي. وهذا قال أجل هذا رقمي وأنا بروح أرتاح، ما أقدر أصلي، بعد ما تصلي وهذا تتصل علي. يقول والله رحت وطفت ودعيت الله سبحانه وتعالى وصليت. قمت واتصلت عليه، قلت السلام عليكم، كيف وضعك الآن؟ قال الحمد لله بشرك بخير، اطلع لي فوق أنا في السويت رقم كذا. يقول يوم جيت الفندق وقلت لهم أبغى سويت رقم كذا، قال هذا سويت خاص ما تطلع عليه إلا لين يتصل عليك هو. كلموه قال عندنا كذا شخص، قال الله يطلعه فوق. يقول طلعت عنده فوق، قعدت أسولف أنا وياه ويتشكر الرجال. قلت والله هذا واجب والحمد لله على سلامتك، والله يخليك لعيالك وكذا. قاعد يسألني وش ظروفك وش أمورك؟ قلت والله ظروفي الحمد لله مستور. هذا قال اتزوج؟ قلت إن شاء الله إنه قريب. قال وش اللي مانعك؟ يقول أصر علي ولح. قلت والله المهر ناقصني، المهر 35,000 ريال. قال سبحان الله، هو هذا التاجر هذا من رجال الأعمال في إحدى دول الخليج، والله إني دي بلدي جاينا ضيقة وضنكة، قلت بروح المكة والآن أبغى أساعدك لله، وأسأل الله أن يتجاوز عني وعنك المسلم وعنك. المهم قال خلاص، راح واتصل على أبو البنت عمه وقال لنا بكرة جايين، ويسحب 35,000 ريال ويعطيه إياه. لما أعطاه إياه وهذا قال بكرة الزوجة، قال لا يبغى له 10 أيام في عطلة الأسبوع بيصير الزواج. فشوف سبحان الله العظيم، يعني إن الرجل هذا كان سبب لزواجه، وإن أخته كان سبب في إنقاذ حياته بقطعة بسكوت شوكولاتة. أرجو إن شاء الله أن القصة تحوز على رضاكم، وأسعد متابعتكم وتوجيهاتكم ونصحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.